الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في كليفر مامي. بعد ما فرزنا الخضار وعرفنا ازاي بنفرزه ونحفظه في التلاجة، فده الخيار اللي احنا طلعناه، والفلفل اللي هو كان قديم ولكن هو الحقيقة بجودة عالية. والله بصوا يا جماعة، كأني لسه شارية، مفيش اي مشاكل فيه يعني. والفلفل، واخترت الفلفلاية كمان اللي هي بدأ لونها يبقى احمر، دي بتبقى لذيذة قوي. باقي المقادير طبعا غير الحاجات دي هي ميه حسب الكمية اللي انا هستعملها. يعني تقريبا مثلا نص كيلو الخيار بيحتاج مثلا تقريبا لتر او لتر الا ربع ميه على حسب ما بيتغطس. فانا احتجت الكميه دي صغيره لان البرطمان اللي هنعمله برطمان صغير وكميه صغيره، فانا عامله هنا تقريبا كوبايه ونص تقريبا ميه. كوبايه ونص الميه دول انا حاطه معاهم تقريبا 4 معالق خل، وحاطه معاها ملح. حاطه تقريبا على الكميه دي انا هقول لكم على لتر الميه تقريبا بياخد كام. لتر الميه بياخد 3 معالق، اللي هي المعالق اللي احنا بناكل بيها، اللي هي المعلقه اللي هي الحجم العادي. بتاخد 3 معالق كبيره ملح، نص فنجان شاي فيه خل، نص فنجان خل، 3 معالق كبيره ملح، تقريبا لو المعلقه صغيره شويه يبقى 4 معالق ملح عشان يبقى التمليح بتاعه كويس في الميه. وبنحطهم مع بعض التلاتة وبنغليهم غلوة كويسة. غلوة كويسة يعني بحطهم يغلوا كذا مرة، مش مجرد ما يغلي اطفي، لا اسيبها تغلي شوية. وبعد ما بسيبها تبرد خالص ببدأ اشتغل بيها. مش بشتغل بيها وهي سخنة، لازم تبقى باردة. وعندي برضو هتكلم على لتر المية. لتر المية بياخد تقريبا معلقة صغيرة معلقة شاي، يعني معلقة صغيرة توم مفروم او تقطعيه انتي وراحتك. كمان بحتاج بابريكا، احنا عارفينها الباودر اللي هي الفلفل الحلو الاحمر. وهحتاج نعناع ناشف، او لو موجود النعناع الاخضر في الموسم بتاعه يبقى جميل جدا. طيب هنبدأ نشتغل. اولا بنغسل الخضار وبنقطعه. فالحقيقة انا هعمل الخطوة دي وهقطعه وهرجع لكم تاني عشان ما نضيعش وقتنا. استنوني. الحقيقة حبيت تكونوا معايا في الخطوة دي، تشوفوا تقطيع الخيار والفلفل. فانا قطعت خيارة واحدة بس، بصوا انا بقطعها نصين. اوكي، باخد كل نص بالجنب، بتدي شكل ظريف لما بعملها كده، وبتبقى مش كبيرة، وطبعا على حسب حجم الخيار. بتبقى شكل طولي شوية في التقطيع اهي. بصوا بيبقى ده شكلها تقريبا، فبتبقى سهلة في الاكل وشكلها جميل. ده بالنسبة للخيار. الفلفل بقطعه بالشكل ده، ممكن نقطعه نصين برضو. هاخد كده عشان ما تبقاش كبيرة قوي، وهقطع نصين. ده الفلفل. اوكي كده خلصنا تقطيع، وادي الكمية بتاعتنا اللي هنشتغل عليها. نبدأ بقى نشتغل. انا هاخد دي، هي عصارة زهران، عصارة برتقال او ليمون يعني. فانا هستعمل الجزء ده عشان هيسهل عليا اني اصب على طول في البرطمان من غير ما ابهدل الدنيا. هبدأ اشتغل. باخد كمية المية اللي عندي اللي فيها الملح والخل اللي غليت بيهم وبردت تماما.
الملح والخل موجودين. فانا هحط الثوم، اوكي، وهحط كميه من البابريكا. البابريكا بتدي لون جميل للمخلل، وانا هوريكم كميه انا كنت عاملاها بتدي لون جميل، وبرده بتدي طعم وريحه جميله للمخلل ومختلفه. هحط النعناع، طبعا سواء كان النعناع ده جاف او اخضر. الاخضر طبعا تكون نتيجته احسن كتير، يعني ورقتين 3 أو 4، ولو اخضر بنحط عودين او 3. وبدوب كده. كمان النعناع ده هيبقى طري بعد كده لما هيقعد في المخلل. النوع ده من المخلل سريع، يعني ممكن تاني يوم بتاكليه، جميل جدا. وهوريكي اللي انا عاملاه قبلها بيوم، هوريكي نتيجته ايه. كده خلاص انا دوبت، وبقت كل المقادير جاهزه. هبدا اشتغل. عندي هنا برطمان، يا ريت نستعمل حاجات ازاز في المخللات والمربات، نستعمل حاجات برطمانات، او ممكن تستعملي العلب اللي هي من الزجاج او البايركس، دي برضو كويسه. هاخد كميه الخيار، الفلفل، كده حطيت الكميه. بقلب كويس الخلطه اللي انا هحطها علشان الثوم بيبقى موجود تحت، وهحطها على بس عشان هو ايه ممكن ما ياخدش الكميه كلها، بس اكون نزلت ورق النعناع. اوكي، مش هخليه مليان على الاخر. خلاص كده. مهم ان هو يكون متغطس في المحلول اللي احنا عملناه. كده بيكون المخلل بتاعنا خلص. بنقفله ونحطه في التلاجة، وممكن لو انت عاملاه الصبح بدري ممكن بالليل تبدأي تاكلي منه. هتلاقي ان الخيار اتخلل اسرع من الفلفل الاخضر، وتاني يوم بيكون جميل جدا. هوريكي برضو اللي انا عاملاه اليوم اللي قبله. الميزه في الطريقه دي في التخليل انه بيبقى يعني مش طري، مش مهلي. الخيار بيبقى مقرمش. يعني مش عارفه هيوصل لكم لو انا قطعتها، بس هي مش مهريه، جميله، وهتطلع طعمها جميل. هدوقها لكم. لذيذ قوي وهيعجبكم قوي ان شاء الله. لما تجربوه يا ريت تبعتوا لي كومنتس وتقولوا لي الخيار طلع جميل ولا لا، هو والفلفل. يا رب يعجبكم ان شاء الله. هيعجبكم لانه والله انا ماشيه عليه على طول. سريع، طعمه لذيذ، سهل زي ما انتم شايفين، ما بياخدش مني وقت. اتمنى اشوفكم على خير ان شاء الله. فيديو جديد لكليفر مامي. السلام عليكم ورحمه الله.